علمنا من المغرب والله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أيها المسلمون عباد الله، تلك بعض الآيات التي تدل على الموت. أما الآن ندخل في الأحاديث الواردة في الموت. وروى الإمام البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمدرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وروى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمدرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وروى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سئل المسلم في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون عباد الله لقد جاء في مسند أحمد بن حنبل من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوض من حنوض الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه الصلاة والسلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان
قال فتخرج تسيل كما تسيل القدرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده درفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من حرها وضيبها ويفسح له في قبره مد بصري. فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي صدق أتت أنوار شرعته بالهدى بعد العمى من كان عميتا. أحيا به الله به قوما قام سعدهم كما أحيا بهم قوما أماريتا. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، سبقت رحمته به البشرى أنزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى. ساد الورى بلم ترى حين افترى عظم الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى. صلى عليه ربنا ثم سلم وآله وصحبه ومن لشرعته تما. ما استثقلت أيديه غيث السماء وقال ضيف لضيف مرحبا. عباد الله، لقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه الصلاة والسلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده درفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتدرع روحه ضرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: لا علم لي. فيقول له: لا علم لي. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتدرع روحه طرحا، فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال: فيأتيه رجل
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.